1, ignition and liftoff. Go SpaceX, go Starlink. ستارلينك او الانترنت الفضائي في التسعينات جت امريكا وقالت احنا عايزين نعمل منظمه استراتيجيه دفاعيه، فجت لهم فكره بانهم يجيبوا الاف الاقمار الصناعيه ويخلوها تدور حوالين الارض، لكن مش بمستوى بعيد قوي عن الارض، لا قريب عنها شويه. وكان الهدف من الاقمار الصناعيه ديت بانها تلمح اي صاروخ باليستي جاي من اي دوله معاديه ليها وتقوم مع طردها فورا. لكن بسبب ان كان التخطيط للفكره ديت ما كانش كويس، وغير كده ان التكلفه بتاعتها كانت اكبر بكتير ما كان المتوقع ليه، عشان كده الخطه كلها فشلت والفكره اتلغت. قام جالك في 2015 جالك ايلون ماسك واحد تاني اسمه جريك وايلر. جريك ديت هو ايلون ماسك قالوا ما تيجي نعمل نفس فكره الاقمار الصناعيه ديت لكن بالانترنت، بدل ما نستفاد بالاقمار الصناعيه ان احنا نخليها في مجال عسكري، لا ليه ما نعملهاش في مجال مدني تجاري، بحيث انها بدل ما ترصد الصواريخ البالستيه وكده لا نخليها توفر نت للناس. فعلا في 2015 عملوا الشراكه ديت، لكن حصل خلاف بين ايلون ماسك وجريك وايلر في شراكه ما كملتش عن كده. فقام ايلون ماسك قام هو مكمل مع نفسه وعمل شركه ستار لينك. طب دلوقتي ازاي ستار لينك بتشتغل؟ ازاي اصلا النت بيجي لنا من الاقمار الصناعيه؟ ازاي بيوصل اللي هي شبه الساتلايت اللي عندك على السطح مثلا؟ وايه الفرق بينه وبين الساتلايت اصلا بتاع اللي بيتوصل بيه التلفزيون؟ دلوقتي ايه الفرق ما بين الساتلايت بتاع التلفزيون اللي هو بيحول لك القنوات وغيرها، والساتلايت بتاع ستار لينك اللي بيحول لك النت؟ دلوقتي انت مثلا لو شفت الدش او طبق الدش اللي هو متعارف اسمه عندنا في مصر، هتحس انه شبه هو الدش بتاع ستار لينك، او شبه ما بيتسمى الديشي ماك فلات فيس. الديشي ماك فلات فيس مختلف تماما عن الدش اللي هو المعروف عندنا اللي هو بتاع التلفزيون اللي بيجيب لك الاشاره والقنوات وغيرها. وده لان الدش اللي عندنا العادي بيستقبل بيانات بس، يعني مثلا الساتلايت بيبعت البيانات، الدش بيستقبلها فقط ويظهرها لك عندك على التلفزيون، ما بيوديش بيانات. العجيب بقى في ديش ماك فلات فيس بياخد بيانات من الساتلايت بتاع ستار لينك وبيودي هو كمان بيانات، بيعمل تبادل معلومات. طب ازاي ده بيحصل؟ ازاي اصلا ديش ماك فلات فيس اللي هو الديش بتاع ستار لينك بيدي بيانات الساتلايت بتاع ستار لينك؟ الساتلايت بتاع التلفزيون العادي ابعد ب 60 مره من الساتلايت بتاع ستار لينك. طب ايه السبب في كده؟ ليه هو ابعد بكتير منه؟ التلفزيون مش محتاج ان المعلومه تكون جايه في وقتها. انت ممكن مثلا اصلا لو بتشوف بث مباشر شغال على التلفزيون، نشر اخباريه او غيرها، بتكون المعلومه مش واصله لك بسرعه في نفس الوقت على طول، على عكس انترنت لازم يكون فيه سرعه الاستجابه تكون سريعه جدا علشان ما يكونش النت عندك بطيء، علشان التواصل يبقى اسرع بكتير. لكن في مشكله هنا دلوقتي الساتلايت اللي هو بتاع ستار لينك قربه من كوكب الارض ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزته زي ما قلنا انه بيقلل الليتنسي، بيخلي سرعه الاستجابه بسرعه على عكس الساتلايت بتاع التلفزيون. دلوقتي العيب بتاعه، احنا دلوقتي لو جينا عند الساتلايت بتاع التلفزيون هنلاقي انه مغطي، لما يجي يعمل اشارات هتلاقي مغطي مسافه كبيره، يعني ممكن ياخد حجم دوله كامله، على عكس الساتلايت بتاع ستار لينك هتلاقي عامل مسافه صغيره جدا، غير اصلا انه حجمه اصغر بكتير من الساتلايت العادي. فعشان المشكله ديت خلوا ان الساتلايت بتاع ستار لينك خلوه يتحرك بسرعه 25 كيلو متر في الساعه. طب زمانك دلوقتي واحد مثلا مستغرب ازاي هو دلوقتي مغطي مسافه صغيره، قلنا ماشي، لكن هو بيتحرك 24 كيلو متر في الساعه. احنا كده اصلا لو مثلا الدش بتاع ستار لينك اللي هو ماك فلات فيس توجه نحو الساتلايت كده، الاشاره بتاعته هتروح، هيبعد عنها. وفعلا لو شفنا مثلا الدش بتاع التلفزيون العادي هتلاقي ثابت مكانه، يعني لو طلعت دلوقتي بصيت في البلكونه العماير اللي قدامك ديت هتلاقي ان الدش ثابت في مكان واحد، كلهم بيبصوا لاتجاه واحد، على عكس بتاع ستار لينك اللي كل شويه اصلا يمشي 24 كيلو متر في الساعه، مش بيبقى ثابت. اول حاجه عملوها انه بدل ما يخلوا ساتلايت واحد بس في الفضاء حطوا اكتر من 10,000 ساتلايت، بحيث ان مثلا لو واحد فقد الاتجاه ديت ماشي عن مكانه وواحد تاني هيحصله على طول. 10,000 قمر صناعي مش رقم قليل، فواحد يجي وراه واحد، عشان كده مش هتلاقي الاتصال اصلا قطع بيك لو انت معاك ستار لينك. طب دلوقتي الدش ازاي اصلا بيبعت رسائل للساتلايت ده؟ يعني مثلا ديت الساتلايت لما يجي اصلا يبعت بيانات تلاقي بعت بيانات بالطريقه ديت، ازاي هيلحق ساتلايت وهو بيتحرك مع ان اصلا الساتلايت ديت ثابت؟ الدش مش بيتحرك معاه، مش بيجي يقعد يجي يمين ويجي شمال، لا بيبقى ثابت. عشان نعرف كده لازم نشوف ايه اصلا مكونات ديش ماك فلات فيس. فككناه زي ما انت شايف، هتلاقي ان اول حاجه بيتكون منها هي الموتور ديت مش عشان يوجه الجهاز كله للساتلايت، لا ده بيعمل الاتجاه الاولي ليه. يعني مثلا هتلاقي الساتلايت في الشرق هو موجه الدش ديت بتاع ستار لينك
لينك للشرق. بعد المعدن ديت هتلاقي شريحه او بورد. البورد ديت عباره عن ايه بالظبط؟ احنا لو دخلنا وشفنا البورد بتتكون من ايه، هتلاقيها بتتكون من جهاز جي بي اس. جي بي اس خليه يحطه في دماغك دلوقتي علشان هتعرف ايه لازمته بعدين. غير كده في كذا شرايح موجوده في البورد ديت علشان تولد وتستقبل البيانات اللي جايه. بعد كده هتلاقي طبقتين دولت مهمين جدا. اول طبقه هتشوفها هتلاقي كده بشكل سداسي، المترصصين دولت شبه خليه النحل، دولت الانتنز. اكيد كلكم تعرفوا ايه هي الانتنه او الهوائي. دلوقتي هي مشهوره اكتر بمعنى الانتنه. في الراديو زمان هتلاقي كده في شبه انتنه. الانتنه ديت هي اللي بتستقبل الاشارات، لكن هنا الموضوع يختلف. هنا هي بتستقبل بيانات وبتودي بيانات. علشان نعرف بقى الانتنه دي بتعمل ايه وهي اصلا محور الديشي ماك فلات فيس، لازم ناخد واحده منهم من اكتر من 1200 واحده حرفيا ونعرف بتشتغل ازاي. دلوقتي علشان الانتنه دي ترسل معلومات بتتكون من كذا طبقه. اهم الطبقات ديت هما الشريحه اللي هتدي تردد للانتنه. بعد كده من مكونات الانتنه هتلاقي سلك نحاس. السلك ده بيعمل ايه بالظبط؟ وهتلاقي فوق كمان شريحه من النحاس برضه. الشريحه ديت اللي في الاول بتدي تردد عالي قوي، مش 60 هرتز ولا 120 هرتز ولا 244 عندك في الشاشه ولا غيرها. تدي 12 جيجا هرتز. 12 جيجا هرتز يعني 12 مليون هرتز. ال 12 مليون هرتز دول بيروحوا للواير اللي هو السلك ايه اللي بيحصل له لما تدي التردد العالي ديت لسلك نحاسي؟ طبعا الالكترونات اللي كانت بتمشي في السلك ديت هتروح على طول من بدايه السلك، هتروح كلها تتجمع في نهايته. التردد ده هيزقهم هناك. تجمعات الالكترونات في نهايه الواير هيعمل مجال حواليها. المجال بقى اللي حواليها ديت وبسبب كمان التردد الكبير اللي هيحصل هيأثر على الالكترونات اللي موجوده في شريحه النحاس اللي هي اللي فوق ديت اللي هي كبر باتش. الشريحه اللي فوق ديت اللي بيحصل في الكترونات موجوده هنا. الالكترونات ديت اول ما تحس كده في تردد عالي ومجال كبير جاي حواليها، اللي بيحصل بتسيب مكانها وتروح للناحيه الثانيه. فالناحيه الثانيه ديت هتلاقي هتبقى بقت بالسالب. الالكترونات عارفين طبعا انها شحنتها بالسالب، لكن ديت هيبقى مكان فاضي. الكترون مثلا لو شحنه سالب ثابت مكانها، هيبقى ديت بقى شحنه ايه؟ هتبقى موجب. ديت موجب وديت سالب. فايه اللي هيحصل برضو مجال ما بين شريحه النحاس الجهه ديت والسلك اللي هو الواير، فيحصل مجال ما بينهم. الالكترونات كلها اللي في السلك طبعا زاحت على اخره. فايه اللي هيحصل؟ دي هتبقى برضو بالموجب، شبه ما احنا برضو كانت الالكترونات هنا راحت ناحيه اليمين وديت بقت بالموجب وديت بقت بالسالب. فدي نفس الكلام، دي كانت بالسالب لكن الالكترونات راحت هناك فديت بقت بالموجب وديت بقت بالسالب. فديت هتعمل مجال مع دولت عشان السالب وموجب هيعملوا مجالات مع بعض، مجالات كهربائيه، وديت هتعمل مع بعض برضو مجالات كهربائيه. فالسالب دولت ايه؟ هيكون عايزين يروحوا يرجعوا للموجب تاني. هيقول ايه ده؟ في مكان هناك، ما تيجي نرجع له تاني. فيجي يوم رايحين هنا بالسالب، الالكترونات هتيجي ترجع تاني. فايه اللي يحصل؟ ويوم ديت هتبقى بالموجب، فمن السالب يوم راجعين تاني. الالكترونات تروح يمين بعد كده تروح شمال، تروح يمين تروح شمال. الحركه ديت بتعمل مجالات كهرومغناطيسيه ومجالات كمان كهربائيه. المجالات الكهربائيه ديت والمجالات المغناطيسيه بتعمل مجال حوالين الانتنه. دلوقتي علشان بقى المعلومات تطلع من الانتنه ديت تروح للساتلايت، فليكن مثلا يا جماعه ديت هو الساتلايت، ما تاخدوش برسمي لكن تخيل ده ساتلايت. الدايره ديت هي الساتلايت قدامك دلوقتي الموجات اللي بتصدرها الانتنه ديت علشان تروح للساتلايت ديت جزء كبير منها بيفقد. قوه الانتنه الواحده مش كفايه. عشان كده في الاول لما قلت لك انها بالشكل السداسي هتلاقي كده كذا انتنه مرصوصه جنب بعض في مصفوفه. دلوقتي عشان نقوي الموجه ديت وتوصل للساتلايت لازم نعمل حاجه اسمها البيم، نكثف الموجات دي. طب ازاي نكثفها؟ دلوقتي زي ما احنا قلنا ان الانتنه مش هي لوحدها، مش واحده بس انتنه، لا دي موجوده مصفوفات. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ قلنا ان الموجات الكهربائيه ديت الالكترونات بتروح يمين وشمال، فبتلاقي انها رايحه الاتجاه ديت وفي بالاتجاه ديت وفي رايح الاتجاه ده. اللي جاي على الاتجاه اليمين الموجات اللي جايه رايحه الاتجاه اليمين، لو جت عليها موجات رايحه على الاتجاه اليمين بتقوى. لكن لو في موجات رايحه الاتجاه اليمين وموجات تانية راحت عليها جايه من الاتجاه الشمال، هما الاتنين بيشيلوا بعض وبيختفوا. خد مثلا ايه اكن القاعده زي ما انتم شايفين، ادي موجات جايه كده زائد موجات جايه كده بتساوي صفر، هما الاتنين بيشيلوا بعض بيلغوا بعض. لكن لو قلنا موجات جايه كده وموجات جايه كده هتتضاعف. دلوقتي لو جبنا انتنه تانية وعملت نفس الكلام، عملت المجال الكهربائي، وزي ما انت شايف كده هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي المجال الناحيه دي مثلا وفي مجال تاني رايح للناحيه دي، فهو هيشيل اللي ملهوش لازمه ديت. المجالات اللي رايحه هنا هتشيل المجالات اللي ملهاش لازمه دي، هما الاتنين هيلغوا بعض. لكن مثلا المجالات اللي رايحه مع بعض، يعني مثلا ده رايح كده وديت رايح كده، فالاتنين دولت هيقووا بعض ديت مع الاتنين بس. لكن تخيل في
فيها 1200 انتنه، اكتر كمان من 1200 انتنه، فكلهم بيعملوا البيم او موجات لكن بشكل مكثف، بيروحوا طبعا للساتلايت اللي هو حبيبنا ديت. دلوقتي اكيد في حد منكم مستغرب، دلوقتي انت قلت يا عمرو ان الساتلايت ده مش بيبقى في مكان واحد، طب ازاي هي هتعمل الموجات دي كلها واحنا اللي شايفينه مكان واحد بس، اتجاه واحد بتوديه؟ يعني مثلا الساتلايت هنا، ممكن الساتلايت يبقى هنا تغير مكانه على طول. فده يجي بقى دور الجي بي اس اللي انا قلت لكم عليه في الاول. الجي بي اس ديت بيحدد فين الساتلايت بالظبط، وبيجي بقى الشغل التقيل اللي انت هتعرفه دلوقتي علشان نخلي ديشي ماك فلات فيس خليه متجه للساتلايت، مش بنقعد نحرك فيه يمين وشمال يمين وشمال على طول ويروح لساتلايت على ساتلايت وكده، لا الموتور بتاعه هيبوظ. في طريقة تانية احسن بكتير لكن اعقد بكتير من بتاعة الموتور. دلوقتي عشان نحرك الموجات ديت نحرك اتجاهها، بدل ما كانت على طول عمودية نخليها مثلا راحة بميلان 45 درجة مثلا. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في 1200 انتنة، اكتر من 1200 انتنة. في انتنات دورها بيتأخر عن التاني، مش كلهم بيجوا مرة واحدة. دلوقتي مثلا دي انتنة معينة وبتطلع موجات زي ما انت شايف، وجنبيها انتنة تانية وانتنة تانية. احنا لو عملنا كله في نفس الوقت هتلاقي ديت مثلا عملت نفس الخط اهي ونفس الخط اهو ونفس الخط اهو، هتلاقي عملت مكان في الاتجاه ديت. لكن لو هم متأخرين شوية هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي ديت طلعت خلاص لكن ديت اتأخرت شوية عنها. ادي مجال اهو في مجال تاني اهو، فتلاقي اتعودت شوية عن الاول. والتأخير ديت بين انتنة عن انتنة بيحصل بيه الشريحة البورد اللي انت شفتها ديت. بتشوف الجي بي اس مؤشر لأنهي اتجاه، وبتحدد كل واحدة المرحلة بتاعتها تيجي امتى علشان تحدد الاتجاه بتاع الموجات هتروح في انهي اتجاه بالظبط، وهكذا مع الانتنات الباقية. دلوقتي عشان المجالات دي تكون حرفيا بيانات، دلوقتي هي عبارة عن مجالات بس، لكن البيانات علشان توصل للنت وتشوفها في الكمبيوتر وتشوفها في الكمبيوتر وتظهر لك كصورة وغيرها، البيانات دي لازم تكون صفر وواحد. فايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي؟ ترددات بتبقى بالشكل ديت. الموجات ديت فيها الساعة بتاعتها بتتغير ومراحلها زي ما انت شفت بتتغير، تغير في الساعة والمرحلة بتاعتها. يعني مثلا ديت موجة تانية مثلا طلعت كده وطلعت كده. التغييرات دي كلها تكون رمز معين لباينري نمبر معين. كل تغيير في التردد ديت بيساوي بيانات معينة، بيساوي باينري نمبر معين. في الاخر البيانات تتجمع في الاخر وبتروح للساتلايت. هتلاقي ان كمان الريسيفر فيه شرايح دي برضو بتبعت البيانات بتوديها للانتنة اللي عندك في الديشي ماك فلات فيس. انتنات بقى مش انتنة واحدة، عشان زي ما قلنا في اكتر من 1200 واحدة. كمان هتلاقي كذا واحدة بتودي لمركز انترنت هناك عشان يوديهم معلومات عشان يردوا بيها تاني اللي هو الجراوند، وفي الاخر ياخد المعلومات ديت ويوديها لك، وانت تاخد المعلومات دي تديها له وبعد كده يوديها للجراوند. انت مثلا ضربت طلقة على واحد، الديشي ماك فلات فيس بيوديها للساتلايت، الساتلايت بيوديها للجراوند، الجراوند بيوديها للسيرفرات بتاعت اللعبة، سيرفرات اللعبة بتشوف انت وديتها في انهي شخص معين، ضربتها في انهي واحد معين، يقوم واخداها ووديها للجراوند، الجراوند بيديها الساتلايت والساتلايت بيوديها للديشي ماك فلات فيس، في الاخر يوديها لك عندك في الكمبيوتر يقول لك انت جبت هيد شوت بقى، مت خدت انت الطلقة بداله، وهكذا. في الاخر عايز اقول لك ان الاختراع ديت بتاع الانترنت الفضائي اختراع نافع جدا، وبالذات مثلا لو واحد رايح يخيم في غابة معينة بحيث انه ياخده معاه، ياخد الدش ده معاه ويركبه في اي منطقة معينة، وهيلاقي الانترنت وصل له في اي منطقة هو عايزها. ده حتى موجود في القطب الجنوبي، انت متخيل؟ بيستخدموه في الابحاث وغيرها. وكمان ممكن يستخدموا اخواتنا اللي دلوقتي بيتأذوا طبعا بحيث انهم ياخدوا نت من غير انهم يعتمدوا على دولة معينة وينشروا الاخبار بتاعتهم. وبس كده، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.